بما إن فاضل حوالي شهر ويتم الإعلان عن الآيفون 17 الجديد، فهل تستنى الآيفون 17 ولا تنزل تشتري آيفون دلوقتي؟ كل ده هقوله لك في الفيديو وأقول لك على مواصفات الآيفون 17 سريعا جدا، وهل الآيفون ده يستاهل إنك تشتريه أو تستناه ولا تروح تشتري دلوقتي الآيفون اللي نفسك فيه. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناة، اشترك في القناة عشان نوصل ل 100,000 مشترك في أقرب وقت. احنا خلاص دلوقتي 98,500، يعني فاضل 1500 مشترك بس على ال 100,000 ونحتفل بالدرع مع بعض ويبقى فيه جيف اويز جامده جدا. ما تنساش كمان تفعل زر الجرس، والله بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي ولا نتكلم في اي حاجه، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم على العدو، امين يا رب، وان شاء الله النصر قريب. هنبتدي اول حاجه بالتسريبات المتوقعه للايفون 17. وهل انت من انهي فئه؟ من الفئه اللي عايزه تشتري الايفون 16 او الايفون 15 ولا الفئه اللي عايزه تشتري ايفون اقدم من كده؟ فلو انت من الحاله دي او من الحاله دي، فانا هقول لك النهارده تستنى الايفون 17 لما ينزل ولا لا. ولو انت اصلا عايز تشتري الايفون 17 هقول لك يستاهل انك تستناه ولا تروح تشتري الايفون 16. الفيديو ده هيكون سريع عن بقيه الفيديوهات، فخلينا نبتدي بسرعه ونتكلم اول حاجه عن مواصفات وتسريبات الايفون 17 الشبه مؤكده. اكتر حاجه الناس بتتكلم عنها هو تصميم الجهاز، لان الايفون 17 برو والبرو ماكس هيجوا بتصميم مختلف بالنسبه للظهر. شكل الكاميرات اللي كان بيجي في 16 برو ماكس وقبل كده في نافذه مربعه 3 كاميرات، دلوقتي هيختلف، هتبقى جايه في نافذه مستطيله واخده تلت الظهر من فوق، وهتبقى شكلها غريب شويه. لسه هنشوف شكلها حلو قوي ولا عاديه، لان بصراحه التسريبات مش بتبان اي حاجه. لان قبل كده برضو اول ما الايفون 11 برو نزل قلنا شعله البوتاجاز وشكلها وحش والكلام ده كله، ولكن في الاخر طلعت شكلها تحفه. فده اكبر تغيير هيجي في الجهاز. تاني تغيير هيجي في الجهاز وهو الكاميرات، ان الكاميرا التليفوتو هتيجي هي كمان 48 ميجا بكسل. هتبقى ال3 كاميرات معاك 48 ميجا بكسل، فهيبقى في تطور في الكاميرا اللي بتصور بورتريه. وبالنسبه للشاشه وتصميم الشاشه، فالشاشه هتيجي هي نفس التصميم الدايناميك ايلاند، مفيش اي اختلاف. ممكن الدايناميك ايلاند تصغر شويه، ولكن انا من وجهه نظري او متوقع ان هي هتيجي نفس تصميم شاشه ال 16 برو ماكس. ومواصفات الشاشه نفسها هتيجي هي ممكن نسبه سطوع الشاشه تعلى شويه، تعلى حاجات بسيطه توصل ل 2500 نتس 2600 نتس، مش هتعلى اكتر من كده. ولكن مش متوقع اي اختلاف في اي حاجه تانية. الاجهزه هتيجي 120 هرتز، مفيش اي اختلاف في اي حاجه، نفس كثافه البكسلات، نفس الالوان التحفه بتاعه ابل. انا نسيت اقول لكم على حاجه مهمه جدا. من المتوقع ان مقاومه المياه والغبار تعلى. المعيار اللي هو كان بيجي اي بي 68 هيعلى يبقى اي بي 69، وده هيكون شيء رائع جدا، لان معظم الاجهزه دلوقتي في 2025 الاندرويد بقت تتجه للاي بي 69. فهنشوف ابل هتعمل ايه من ناحيه النقطه دي. وبالنسبه بقى للاداء، فالاداء هنا من المتوقع طبعا واكيد ان هيجي بالمعالج الجديد ال A19 برو، والمعالج هنا هيبقى قوي جدا وهيبقى اقوى من الجيل اللي فات بتاع الايفون 16 برو ماكس بحوالي 20%. اللي ظاهر بقى في معظم التسريبات ان الرامات هتعلى وهتوصل ل 12 جيجا بايت رام، وده شيء هيكون ممتاز جدا، لان زي ما انتم عارفين ان الرامات في الايفون 16 برو ماكس 8 جيجا بايت رام بس. وخليني اقول لك حاجه كمان، من المتوقع ان الاي اي يتحسن او يضيفوا فيتشرز معينه تبقى خاصه بالايفون 17 برو والبرو ماكس، وده شيء في ناس بتتكلم عنه، ولكن انا مش شايف ان ده ممكن يحصل. اما بقى بالنسبه للكاميرات، فالكاميرات هنا زي ما قلنا ان الكاميرا التليفوتو هتيجي 48 ميجا بكسل، هتكون مختلفه عن الاجيال اللي فاتت وهتكون اقوى وشارب اكتر وقويه جدا، هتبقى كاميرا تحفه جدا. ومتوقع برضو ان حجم السنسور في الكاميرا الاساسيه هيبقى اكبر، هيجي نفس الكلام 48 ميجا بكسل، ولكن حجم السنسور نفسه هيكون اكبر شويه، فهيديك صور افضل كتير. وده كمان بيرجع للمعالج الجديد اللي هيضيفوا فيه تحسينات قويه جدا خاصه بالتصوير. اما بالنسبه لتصوير الفيديو، فمن المتوقع ان ابل اخيرا تضيف ال 8K في تصوير الفيديو، ولكن انا مستبعد ده شويه. حاسس ان ابل لسه هتكون محتفظه بال 4K او ممكن تعلى لحاجه زي ال 6K، مش مره واحده 8K. مش عارف ايه اللي ممكن يتم، ولكن دي التسريبات اللي ظهرت قدام. واما بقى بالنسبه للكاميرا الاماميه، فالكاميرا السيلفي هنا هتكون اقوى وهتتطور بشكل ملحوظ، وممكن توصل الكاميرا السيلفي هي كمان ل 24 ميجا بكسل او 48 ميجا بكسل. لسه مش عارف ممكن يحصل فيها ايه بالظبط، ولكن التسريبات بتقول انها هتتحدث وهتبقى بحجم سنسور اكبر وهتبقى
بكواليتي افضل كتير. اخر حاجه بقى بالنسبه للشحن والبطاريه. البطاريه من المتوقع ان هي هتكون 5000 ملي امبير او في حدود ال 5000 ملي امبير، يعني مش هتختلف كتير عن الجيل اللي فات. يمكن دي هي كل التغييرات اللي ممكن تيجي في الايفون 17 برو والايفون 17 برو ماكس. وزي ما قلت لكم اهم حاجه واكتر حاجه معمول عليها ضجه موضوع التصوير. ولكن بقى هل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده والتسريبات دي تستاهل انك تستنى الايفون 17 برو والايفون 17 برو ماكس، ولا تروح دلوقتي تشتري جهاز تاني؟ لو انت كده من البدايه عايز تشتري الايفون 16 برو او الايفون 16 برو ماكس، فالافضل انك تستنى ال 17 برو وال 17 برو ماكس عشان تشوف المواصفات، هل فعلا التسريبات دي حقيقيه ولا هيكون في حاجات اقوى من كده. لان لو هيكون في حاجات اقوى من كده فبكل بساطه كلها شهر او شهرين بعد ما الجهاز ينزل وهيكون سعره قريب جدا من الايفون 16 برو ماكس، هتلاقي فرق السعر ما بينهم حوالي 7 8000 جنيه. فالافضل انك تزود وتجيب الايفون 17 برو او الايفون 17 برو ماكس. ولكن لو انت بتفكر في حاجه زي ال 15 برو او ال 15 برو ماكس، فانا شايف ان ال 15 برو وال 15 برو ماكس الافضل انك تشتريهم دلوقتي، لان بكل بساطه الاجهزه دي هتقدم شويه وسعرها ممكن يعلى شويه زي ما حصل في السنين اللي فاتت. فالافضل انك تشتريها دلوقتي. ولو انت قررت ساعتها انك تجيب الايفون 17 برو او الايفون 17 برو ماكس، ساعتها تبيعها وتشتري الجهاز ده، لان بكل بساطه الايفون 15 برو وال 15 برو ماكس مش موجودين جداد اصلا في السوق الا قليل جدا. فانت لو هتشتريه مستعمل. طب لو انت بقى بتفكر في جهاز اقدم من كده اصلا ومش في دماغك اساسا تشتري الايفون 17 برو ولا 17 برو ماكس ولا حاجه من سلسله ال 17، وعايز جهاز اقدم شويه، فهل تشتري دلوقتي ولا تستنى لما الايفون 17 برو ينزل وال 17 برو ماكس عشان الاجهزه سعرها ينزل؟ بكل بساطه دي يعني فيها حل من الاتنين. اول حاجه ان بالفعل الاجهزه دي سعرها هيقل شويه لما الجهاز الجديد ينزل، ولكن انت ممكن تستنى وساعتها سعر الدولار نفسه يرفع، فالاجهزه دي سعرها هيرفع. فانا بصراحه مش عارف اقول لك استنى ولا روح اشتري دلوقتي، ولكن كل اللي انا اقدر اقوله لك لو حد معاه فلوس موبايل وعايز يشتريه ما يستناش عليه، ينزل يشتريه ويحط فلوسه في الموبايل. حتى لو فكر يغير بعد كده يبقى فلوسه محطوطه في جهاز، لان انتوا عارفين لما الدولار بيرفع الاجهزه سعرها بيرفع جامد جدا، وممكن الفلوس اللي معاك ما تقدرش تشتري بيها نفس الجهاز اللي هو تقدر تشتريه دلوقتي بالفلوس اللي معاك. فانا شايف ان الافضل لو انت معاك فلوس حاجه وعايز تشتريها انزل اشتريها دلوقتي حالا. طب في ناس بقى هتقول لي انا كده كده مش هشتري 17 برو ولا 17 برو ماكس، هشتري 16 برو او 16 برو ماكس، اشتريهم دلوقتي ولا استنى لما 17 برو 17 برو ماكس ينزل عشان سعرهم ينزل؟ لا خليني بقى من النقطه دي اكلمك. اقول لك ايه؟ اقول لك ان بكل بساطه الاجهزه دي سعرها هيرفع بمجرد ما الايفون 17 برو و17 برو ماكس ينزلوا. ال 16 برو و 16 برو ماكس سعرهم هيرفع، وده اللي كان بيحصل بقاله 3 سنين. كل ما الجهاز الجديد بينزل الاجهزه سعرها مش بينزل، بالذات الاجهزه اللي هي الجيل الاقدم سنه واحده سعرها بيزيد شويه بيرفع شويه عشان يخلوا الناس تتجه ان هي تشتري الجهاز الجديد، ما تهفتوش على الموبايل الاقدم سنه. فالافضل لو انت هتشتري 16 برو او 16 برو ماكس ومش بتفكر اصلا انك تجيب حاجه من سلسله ال 17، انك تشتريها دلوقتي لان ده افضل سعر ليها في الوقت الحالي. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا القناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 100000 مشترك في اقرب وقت، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديده، ولينك انستجرام عندك في الكومنت. لو عندك اي استفسار كلمني هناك، وما تنسوش طبعا تتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي واشوفكم على خير.